صباح الورد والفل والياسمين، وحشتوني كتير كتير من فيديو امبارح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو بقى النهارده غير امبارح خالص. انتوا شفتوا فيديو امبارح روقان وقاعده مزاجي زي الفل، ولا اي حاجه بقى، ولا شغل ولا بهدله ولا اي حاجه، وروقت على نفسي على الاخر. طب تعالوا بقى النهارده قايمه الصبح بدري كده على الطبيخ وعلى بصوا، هو احنا كناش الصبح قوي يعني، هو كانت مثلا الوقت كده الساعه واحدة، وكنت النهارده ناويه بقى اقضيها رنجه كده، لان بصراحه ما اكلتش حاجات من دي من زمان ونفسي راحت لها، وقلت هجيب رنجه. لقيت جوزي بيقول لي ده في واحد زميلي تحت، انا نازل افتح له. قلت له طب ايه؟ قال لي يعني مفيش، ده هو جاي ياخد ورق وماشي على طول. لا يا جماعه، عيب عيب اما حد يجي لنا في ميعاد يعتبر غدا ونمشيه كده. انا بالنسبه لي كده، احنا بصوا يا جماعه فلاحين ومتعودين على الخير وعلى الكرم، ما ينفعش حد يجي بيتنا الا لما لازم ياخد كرم الضيافه. انا بس اللي زعلني حاجه، عارفين انتوا، بس اما بيكون الواحد عارف ان حد جاي له طبعا بيقوم بقى وبيطلع وبيعمل حسابه، انما انا بقى ما عرفتش. يعني انتوا عارفين انت بقى المفروض تجهزي اكل في ثانيه الا ثانيه، لان ما فيش، ده هو يا دوبك هيشرب شاي وهيمشي. فانا استكترتها قوي ان هو يشرب الشاي ويمشي. قلت بصوا بقى، يعني هو بصرة المحب خروف اللي موجود عندي واللي هيخليني اخلص بسرعه اي اكل. انا طبعا كان نفسي، بصوا والله عندي الفراخ وعندي اللحمه، بس عشان بقى تطلعي فراخ وتعملي لحمه ده هياخد منك وقت. يعني هي الحاجه بس كفايه عما تفك وعما تستوى كمان، لا ده انت هتدخلي لك بقى على 3 ولا 4. قلت خلاص انا هشوف ايه اللي عندي. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا ستر الدنيا. كان عندي لحمه مفرومه معصجاها في قلب الفريزر، فطلعتها وقلت هعمل بقى طواجن مكرونه بشاميل، وهعمل كمان اللهم صل على النبي طاجن باميه. هي بصوا والله الاكله انا يمكن بصوا ما فيهاش حاجات كتير او بس اللي قدرت ان انا اعمله في الوقت البسيط ده. حبيت برضو ان انا اعمل اكله حتى لو بسيطه، بس برضو ان انا اعمل الواجب على قد ما اقدر. هو الوقت بس اللي فرق معايا. دي اللحميات اللي انا مطلعاها، قلت بقى احطها في الصينيه كده اسخنها، وكنت سلقت المكرونه. وهنا بقى الباميه كان عندي طبعا، الصلصه دي كانت باقيه من صلصه المحشي، عايزه اقول لكم انها مسبكه وتحفه يعني، مخليه الباميه في حته تانية خالص. عملت بقى البشاميل طبعا زي ما انتم شايفين، وحبيت ان انا اعمله في الطواجن. بصوا لما يكون عندك عزومه او ضيوف او حاجه، احسن ما تقطعي خرط، لا اما بتعملي بقى طواجن كل واحد ياخد الطاجن قدامه بيبقى احسن. انا بحس ان كده احلى. بحط طبعا بقى حبه حلوين كده من البشاميل في الارضيه، وبحط اول طبقه بقى من المكرونه. انا حطيت مكرونه نوعين على فكره، المكرونه الاسباجيتي بتبقى حلوه قوي في البشاميل، بحسها خفيفه وحلوه. هحط بقى اللحمه المفرومه كده، هجزقها والله العظيم انا بقيت حاسه ان اللحمه المفرومه ده بتزيد لوحد. والله يا سبحان الله بتحسي بخير وببركه. وعلى فكره الضيف لما بيجيلك وبتعملي له الواجب وهو ماشي، سبحان الله يعني حاجه حلوه كده، بتحسيها ان انت عملتي حاجه كويسه، وربنا بيبعد عنك اي شر. المهم طبعا بقى هنا حطيت طبقه اللحمه المفرومه، واحط بقى طبقه بشاميل، واحط معاها طبقه موتزاريلا، بحيث بقى ان هي فاهمه تبقى سايحه كده لا المكرونه عايزه اقول لكم ان هي كانت تحفه، كانت سايحه جدا. طعمها اصلا، عارفين بقى انت اللي هو الحاجه المسكره الحلوه قوي دي، اللي مهما تاكليها ما تشبعيش منها. المهم طبعا احط بقى الجبنه الموتزاريلا. هنا شوفوا من اني مستعجله بسرعه وانا بعمل حاجه، كنت بعمل والله الطشه بتاعه الباميه، بحيث ان انا الحق اخلص، لان في الوقت ده يعني ما فيش. هو انا مش عايزه اقول لكم والله العظيم، والله الحاجه دي خلصت معايا ما يكمل بالظبط ربع ساعه. المهم طبعا الصلصه جاهزه بقى، دي اللي خلاني مرتاحه يا دوبك على قد سلق المكرونه، وفي ثانيه كل حاجه خلصت. دي بقى الباميه، انا كنت حطيت معاها قرن فلفل حراق بيديها طعمها حلو قوي. كانت بقى، مش انا اقول لكم اللحمه المفرومه انا كنت حاسه ان فيها حاجه بتزودها. اتبقى مني معلقتين كده، حطيتهم مع صينيه الباميه خلوها حلوه قوي. وحطيت بقى الدقه والحاجه دي كلها، كنت مشغله الفرن اصلا من بدري، يمكن من قبل ما اعمل بشاميل، بحيث ان الحاجه تخلص على طول. شايفين بقى الجمال؟ عايزه اقول لكم الطاجن ده لوحده كان حكايه، ما شاء الله خلص، لا بجد كان حلو قوي طعمه. المهم عملت بقى عصير برتقال على السريع كده، وجبت ترشي، حمرت عيش، ودي بقى الحاجه طلعت. شايفين بقى المنظر؟ الطواجن بصراحه طالعه شكلها حلو قوي زي ما قلت لكم. والله انا كان نفسي اعمل اكتر من كده بكتير، بس بقى الوقت اللي حكم عليا ان انا اعمل حاجه حلوه وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت خالص. يعني كل شويه جوزي يقول لي يلا، هو ماشي يلا، اقول له والله العظيم انا بجري عنده اصلا. لو حاسين وانا بشتغل حاسه ان انا بشتغل، ما بحبش اشتغل بسرعه كده، بحب اشتغل كده بمزاج وكده. المهم طبعا بقى الحاجه بقى زي ما انتم شايفينها، احط بقى الترشي. وبيني وبينكم انا عملت عصير برتقان، لان الجو حر قوي اليومين دول، فعصير البرتقان بصراحه بيرد الروح.
طب مش بذمتكم بقى، انا كتر خيري ان انا في ربع ساعه بس اعمل الاكله ديت. انا بقى كنت احب بقى يا سلام فرخه محمره، مثلا لحمه، بانيه حتى، يعني اضعف الايمان خالص بانيه. بس يلا بقى مش مشكله، على قد اللي موجود. المهم ان انا قدرت اعمل الواجب حتى والله ولو كان بسيط. يا جماعه هو في مثل عندنا بيقول ايه؟ قابليني ولا تغديني. بس انا الحمد لله قدرت ان انا اعمل اي حاجه. على فكره كان في مكرونه حمراء، وكان في كمان عندي رز اللي هو كان طباخ، بس والله ما هو ما ظهرش لان انا كنت مستعجله بقى وبرص ساعتها. برضو ده كان عندي في التلاجة طلعته. حتى كمان كان باقي عندي طبق محشي كنت طلعته برضو وسخنته وطلعته. المهم خلاص كده تمام، الدنيا بقت تمام. مسكت بقى المطبخ ده وخلاص بقى يعني كده فاهمين بياكلوا. خدت انا بقى ايه، قلت ادخل بقى على المطبخ ده اشقلبه بقى يمين في شمال. مسكت نضفته. انا دايما على طول بالذات في الصيف او الحر اللي احنا فيه ده، خلصي بقى طبيخك وخلصي حاجتك، ما تسيبيش بقى مطبخك لتاني يوم ولا الكلام ده. لازم تبيتي مطبخك نضيف، الحاجه نضيفه. انا اتعودت على كده. بصوا مزاجي بقى ان انا لازم انضف الدنيا دي كلها. شايفين النظافه؟ بصوا المكان اصلا بيتحدث عن نفسه. هغسل بقى اطباقي كلها واغسل حاجتي واظبطها. والله الحاجه ما خدت مني وقت، سواء الطبيخ او تنظيف المطبخ او اي حاجه، كل ده سهل. مفيش حاجه اسمها صعبه. قومي اتنشطي واعملي واشتغلي. مثل على فكره بيقولوها عندنا على طول، الايد الشقيانه شبعانه. ده فعلا مثل حقيقي. محدش هيجي يطبخ لك، محدش هيجي ينظف لك، محدش هيجي يعمل لك حاجه ان انت ما قمتيش وعملتي شغل بيتك وعملتي حاجتك. صدقيني مش هتحسي ان الحته اصلا نظيفه او ان انت بتعملي حاجه حلوه. شايفين بقى المطبخ رجعته تاني فله زي الاول كده، واليوم خلص. لا توهموش نفسكم ان اليوم خلص، والله لسه ما خلص. تعالوا ما اقول لكم اليوم لسه في ايه. لقيت بقى اولادي يا ماما احنا عايزين نجيب سندوتشات بطاطس سوري، يعني فاهمين، يعني مصرين فلوس العيد اللي محيراهم ديت عايزين يصرفوها في اي حاجه. طب ليه يا جماعه؟ طب ليه جيبوها من بره؟ المهم خلينا، قلت لهم طب خلاص انا هيعمل لكم انا في قلب البيت. بس طبعا بقى خلاص ما عادش عندي طاقه بقى لسه اقوم اعمل لهم عيش وكلام من ده. جبنا له بقى عيش الفران بتاعتنا، والله زي الفل. هيقول لا؟ مش هيقول لا. مسكت فريت العيش وحطيت عليه، قلت حمرت بطاطس وحطيت عليه جبنه موتزاريلا. ما حبيتش احط بقى حاجات تانية يعني او اضافات تانية، احنا بالليل فما حبيتش بقى احط طماطم وخضار وكمان اللي هو الترشي وحاجات من دي. لا حسيت يعني حبيت ان هو حاجه تبقى خفيفه برضو عشان هو بالليل وكده. المهم قطعت بقى معاه الجبنه الموتزاريلا ديت وحطيت معاه مايونيز. والله السندوتش كان طعمه حلو. بصوا هو مش عيش من اللي هو عيش الافران العادي وبطاطس ومفيش الا مايونيز وجبنه موتزاريلا، بس والله العظيم كان طعمه زي الفل. المهم بقى هلفه بالمنظر ده، وكنت مطلعه الجريلا ودهنها زيت وهرص السندوتشات عليها. بصوا هي بديل السندوتشات اللي انت بتشتريه، بدل ما تروحي تشتري الحاجه بمبلغ وقدره. لا حرام، انت اعمليها في البيت يعني بتبقى برضو والله طعمها حلو. على الاقل انت حتى بتبقى ضامنه نظافه كل حاجه. المهم هما بقى طبعا يعني لازم يصرفوا، فبعتوا جابوا بيبسي وعملت لهم بقى زي ما انتم شايفين السندوتشات بالشكل ده. انا برضو جبت لكم شكل تاني، يعني السندوتشات وانا بعملها تاني بتحطي بس البطاطس وهتحطي عليها المايونيز والجبنه الموتزاريلا. انا حاطه جبنه ميكس مش موتزاريلا بس. عارفه بقى لو انت مثلا ساعه الغدا ولا حاجه ممكن تحطي بقى ترشي، ممكن تحطي خضار، ممكن تحطي كمان معاها على فكره شاورما فراخ زي ما انت عايز. بس هي علشان وجبه عشاء انا ما حبيتش ان انا اافور فيها قوي. هلفها بقى بالمنظر ده وابدا ان انا بقى ايه اسخنها على البوتاجاز. بصوا الجريلا بتدي شكل حلو قوي. طبعا لو عندك توست بقى يا سلام يبقى احلى بكتير. بس على قد اللي موجود عندنا بنمشي امور، وبرده الدنيا بتبقى حلوه والله وزي الفل. هحط لهم بقى البيبسي ودي السندوتشات. شايفين شكلها والله العظيم ما تختلف خالص عن اللي بتشترى. وده الفيديو بتاعنا النهارده. قولوا لي بقى يعني رايكم ايه في الفيديو. انا فعلا يعني عرفت ان انا امشي اليوم صح ولا ايه؟ يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. بس بقى يا ريت ما تنسونيش وتدعميني باللايك. بحبكم في الله. مع السلامه.